السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي كريمة هشام الدفراوي، عندي 20 سنة وأنا بأسك في 950,000. بس قبل ما أتكلم عن الأسك بتاعي خلوني أتكلم الأول عن حكاية. أنا زي أي بنت مصرية كنت في يوم بساعد والدتي في غسيل الأطباق. لاحظت وقتها إن ماما إيديها متبهدلة ومتشققة، فساعتها قررت إن أنا أخدها ونروح للدكتور، وأصريت على كده. ولما رحنا للدكتور قال لنا إن هي عندها جفاف وإكزيما في الجلد، وإن دي مش أول حالة تقابله. من ضمن 25.8 مليون بيت مصري كان فيه 60% من السيدات اللي عندها جفاف في الجلد، ده غير 20% اللي عندهم إكزيما، وفي كمان 15% عندهم التهاب في الجلد، ولا قدر الله في 5% منهم على مراحل متطورة بسبب الكانسر في الجلد. وعشان كده اجتمعت أنا وزمايلي إن إزاي نحل المشكلة الاجتماعية اللي بتواجهنا دي، فقررنا ان احنا نبحث اكتر فيها. فلقينا ان المنظفات الكيميائيه الكيميكالز الموجوده فيها دي اصلا بتتم موجوده على الاسطح حتى لو غسلتها باكتر من مره، حتى لو بميه دافيه. وفي دراسات اثبتت انه على المدى البعيد الكيميكالز دي بتسبب من اهم مسببات الكانسر في المعده. وزي ما احنا شايفين دي النسب، ودي بعض الصور اللي موجوده للاصابات اللي بتبقى عندي. وعلشان كده ابتدت رحلتنا مع منتجنا كليني كير. هو مش بس منظف منزلي، هو كمان بيساعدك على الحفاظ على رطوبة ونعومة الإيد، ما يسببش أي جفاف أو تهيج في الجلد، بيديك النظافة الفعالية المطلوبة. كليني كير بنستخدمه من مستخلصات طبيعية، كمان بيبقى فيه فيتامينز ومعادن اللي بتساعدك على الحفاظ على رطوبة ونعومة الإيد، ما بيبقاش فيه أي رواسب أو متبقيات كيميائية اللي ممكن تأذيك أو تأذي بشرتك. كليني كير حجم السوق بتاعنا لقينا انه اغلب الاسر المصريه عندنا بتبقى مستعده تنفق اكتر بكتير من 10% من الدخل بتاعها على المنظفات المنزليه، فادانا حماس اكتر وشاجع ان احنا نعرف عن حجم السوق. فلقينا ان حجم السوق العالمي بتاعي هو 100 مليار دولار، كمان بالنسبه للسوق المصري 207 مليون، ده غير انه في اقبال من 80% من الاسر المصريه انها تنفق اكتر بكتير على المنظفات الامنه والطبيعيه والوجودها في البيئه. ده شكل، خلوني اعرفكم على شكل منتجنا، وده شكل البروتوتايب الموجود معانا. كليني كير في شركات وبراندات عالميه موجوده ومعروفه بالنسبه لنا. كليني كير بيضيف عليهم ان هو منتج صديق بالبيئه، كمان بيديك خواص عنايه بالبشره. كليني كير هتقدروا توصلوا له عن طريق صفحه المنتج نفسها او محلات بيع المنظفات، ده غير كمان تجار التجزئه اللي احنا بنتعامل معاهم. احنا الريفينيو او العائد بتاعي من كليني كير 70% راجع لعمليات البيع المختلفه، و20 عن طريق بيع من صفحه المنتج نفسها، غير ال10% لتكنولوجيا التصنيع باذن الله. في خطة التسويق بتاعنا احنا مقررين ننزل في 2025 في دمنهور اللي هو مركز بتاعنا، غير ان هو بيبقى كمان توفر الرو ماتيريال بتاعتي. في 2026 هننتشر في البحيرة. في 2027 هنقدر ننزل اسكندرية. بحلول 2028 هنكون غطينا اسكندرية والبحيرة بالمطاعم والفنادق الموجودة فيها. احنا من اصل 950,000 مقسمين ل 45% لاوبريشن وريجستريشن، كمان 35 ماركتينج، وعندي 20% الار&دي. كان معاكم كريمه هشام الدفراوي فالاوبريشن التيم، ومعايا ايمان نبيل الار&دي، ومعايا كمان بسنت محمد الماركتينج، ومعايا الاء رمضان فاينانشال التيم. شكرا جدا لحسن استماعكم ليا. ممكن اطلب يعني قبل ما نسال وندخل في الحاجات، انا عاوز اعمل تحيه عظيمه لهذه الام العظيمه اللي كانت سبب، ممكن حضرتك تتفضلي عشان كلنا نسقف لك كمان، اللي كانت سبب في الفكره. بس ازاي نضمن ان المنتج بتاعنا اللي هو محلي وانتم مصنعينه يقدر ينافس، وان الجوده بتاعته احسن من المنتجات اللي موجوده حاليا في السوق؟ حضرتك بالنسبة للمنتج بتاعنا، المنتج بتاعنا بيوفر حاجة مش موجودة في المنتجات التقليدية والمعروفة، في إنه بيحافظ على رطوبة ونعومة الإيد، والفكرة دي مش موجودة في الصناعة أصلا، في الاندستري عامة. طب ما تيجي نجرب كده، يعني انتوا كان عندكم تجربه ممكن نجربها مع بعض. أيوة، ممكن حد يساعدني طيب؟ احنا خلينا بس نلاحظ كده الرغوه، ان احنا ده المنتج بتاعنا وده المنتج بتاع زميلتي. انا الرغوه عندي مش اكتر حاجه، لان احنا بنحاول نقلل الرغوه اللي هي اساسا بتسبب لي الضرر، تمام. ونفس الفعاليه بتاعتنا دلوقتي لما هنيجي نغسل. بس التوزيع والتصنيع اعتقد لازم تعيدوا الحسبه بتاعته.
هيبقى اكتر. هي الارقام عايزه مراجعه. هي الارقام حتى السعر البيعي متهيألي عايز مراجعه. بعد مراجعه الارقام وبانك اكتر واحد سالت، يبقى ان ولا اوت؟ انا ان ب 400. اهي انت مفلس. لا 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 انت مفلس حبيبه ثانية معاه. واحدة انت مفلس حبيبه شلباية معاه. هو مفلس حبيبي. شلبايه معاه. انا هستلف من شلبايه 200 بعد اذنه وادخل ان معاه. اوكي شكرا. هدير. اكتر حاجتين قلقني هو حته الاديوكيشن. الناس عارفين موضوع الرغوه ده هياخد وقت ان انت تقنعي الناس ان دي فعلا حاجه مش مهمه. والحاجه الثانيه انا قلقانه ان السيجمنت اللي بيستخدم البرودكت ممكن يكون مختلف عن السيجمنت اللي بيشتري. يعني هل الست اللي بتعمل مواعين هي اللي بتنزل تشتري من السوبر ماركت ولا الراجل اللي بينزل؟ انا ما اعرفش، ده ريسيرش محتاجين نعمله. فرغم ان انا نفسي اخش عشان كلكم بنات بس للاسف انا اوت. سامح. يعني انا شايف ان طبعا مشروع مهم ومحتاجينه، واعتقد كمان ان يعني بس محتاجين شويه تحسنوا من الهويه البصريه، يعني بمعنى ان العبوات بتاعتكم تبقى ليها كاركتر عشان تقدروا تنافسوا، لان دي منافسه مش سهله مع منتجات كتير موجوده في السوق يعني. لكن انا ان ب 200,000. الذاكره الرقميه بتاعت البرنامج، احنا جمعنا كام دلوقتي؟ 800. يعني محاولة إن شاء الله تكون مثمرة. أنا أوت. اخس. طب بقول لك ايه، عيد النظر 150,000 دول اخر متسابقين. استلف من طلعت شلبايه. لنا لا ده الشريرة ولا معايا. إيه؟ بص ما تكسفش البنات دول. انت معاك فلوس صح؟ طلعني انا الشريره. تعالى كده. خليك على وضعك. ما تزود يا شباب من عندك حاجة. ما انا خلصت، ما انا اديته. محفظة خلاص آه. خلصت. انا هزود انا ممكن اسلفك برضو لو أنا هزود هات. ثانيه واحده سامح. انا هستلف من هدير ال 150 وبخلص الموضوع لو هدير ترضى. مبروك. ألف مبروك. يعني انا استلف منك وانت تستلف تستلف من من هدير. هدير. هي كلها هي الحياه. هي الحياه. ألف مبروك لجامعة دمنهور. 950,000 جنيه دعم من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.